النهاردة بدأت يومي الفرجة على واحد اللي هو اسمه بطل العالم المسلسل، يعني بطل العالم وحدي بطل العالم. اللي هو بيمثله عصام عمر، واللي هو بيانجو بلاي. مسلسل كان يعني بتفرج عليه من كذا حلقة، مش واو يعني، بس يعني قول انه كويس مش وحش. وخلصت طبعا اللي هو الحلقة اللي قبليها، اللي هي تنزل مثلا بكرة او النهاردة، مش عارف، انا عامل لهم سكادجول معين. المهم يعني خلصت وكان كويس يعني. وصلت غالبا لغاية الحلقة اللي هو اللي بيروح يحط ايده على اللي هو الواد اللي هو اخو زعيم العصابة، بيحط ايده على الزناد عشان يضرب ابن خالة البطل، حاجة زي كده. وابن خالد البطل بيعاني ان هو ما عندوش شعر وبيركب باروكة، فقصة مأساوية كده. هو بقى بطل العالم ده نفسه ما حلتوش جنيه، بس بيدور على 50 مليون جنيه لبنت تانية. هي قصة عبثية وعبيطة، بس هم معتمدين اكتر على شهرة الممثل نفسه. لو الممثل نفسه تحس انه يعني موهبة متوسطة، مش اللي هي الواو يعني، مش اللي هي يا واو، لا، تحس ان هو يعني اوفر ريتد شوية. عارف، احنا ما بقاش عندنا في مصر في التمثيل في اخر كام 10 سنين او 5 سنين، ما بقاش عندنا حاجة، ما بقاش عندنا مواهب. وبقيت حتى تلاقي الناس اللي هما بيشتركوا مثلا في الاعمال الفنية في اي حاجة، تلاقيهم نفس الاسماء مكررة، او تحس كده في شلالية في الموضوع، يعني نفس الاسماء نفس الحاجات، فما تستمتعش بالعمل. في مثلا فيلم السادة الافاضل اللي هو منتشر ده، وعمالين يشرحوه ويفككوه كذا مرة. مشكلتي معاه ان الابطال كلهم انا عارفهم. عارف، لو انت كنت غامر شوية، اللي هو اللي اخرجه اسمه ايه، اللي اخرجه مش عارف. المهم يعني اللي اخرجه لو كان غامر شوية وحط ممثلين مش معروفين، انا يعني الحكايه كانت هتبقى اسهل. كان ممكن يطلع العمل الفني ده افضل من كده بكتير. فانا كنت بقول ان هي دي المشكله في مصر، ما عندناش مواهب، ما عندناش ناس تقدم في التمثيل. تاني حاجه بقى اللي اتفرجت عليه، اللي هو بيت بابا ده اتفرجت عليه على الحلقه واحده، وابتدى بقى المسلسل يعني برتابة شوية، يمكن ده اللي خلى الناس ما تتفرجش عليه. بس مع الوقت لا، انا عايز اشوف الحلقة الاولى التانية والتالتة والرابعة. انا لسه بتفرج على الحلقة الاولى اللي هو جاله امر استدعاء من النيابة عشان حاجة عملها غلط، في يعني هو راح مسك طالب، راح مسح له التاتو، وراح مسك ابنه وهو مسك قيمته بيمسح له التاتو، راح الحكومة داخل عليه. انا وقفت بقى عند النقطة دي. وبنته كانت بتشتغل معاه بقى، قعدت تلطم على اخوها وتلطم على ابوها بعد لما هيتمسك. بس انا بقى وقفت عند النقطة دي. وبس انا مش لاقي، ونهيت اليوم على كده الصراحة. يعني تعليقي يعني مفيش، ما اتفرجتش طبعا على اي حاجة للزمالك. معروف يعني. النادي يا جماعة لو ما دفعناش 15 مليون دولار هيتنيل على عين اهله ويقفل. و... بس هو انا كنت وعدتكم ان انا في صفحة هقعد اقرا منها نكت. انا بدل ما اقعد اقرا منها نكت كل شوية، انا يوم كده هخصصه مخصوص اقعد اقرا بقى النكت براحتي. غالبا هيبقى على يوم جمعة، يعني الحلقة ممكن تنزل السبت، بس انا عايز مثلا يوم اكون قاعد فاضي اقرا فيه النكت، وهي صفحة كل يوم نقول لك نكتة بضان لحد ما تقول كاف صاد ميم كاف يا أدمن. الصفحة دي بتقول نكت بس يعني قبيحة شوية، بس هنقولها. ايه المشكلة يعني؟ المشكلة لما نفرفش، لأن فعلا روح الدعابة وروح الكوميديا باظت. يلا ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس على الكل. وعشان نختم بقى الفيديو، سلام.